تكمله بقى رجاله لبقيه المحتوى المختلف اللي احنا شغالين فيه بقالنا يومين ده. قلنا المره دي نختار احسن 11 لاعب في الدوري الانجليزي في الموسم اللي لسه خلصان من يومين ده. قاعد كده انا ومصطفى ومحمد عمالين نقول يا رجاله عايزين نختار بس اللعيبه المتالقه السنه دي ونشوف. بدانا بحراسه المرمى، واحد يقول سانشيز، واحد يقول ديفيد رايا، واحد يقول اليسون، واحد يقول ايدرسون، واحد يقول رامز ديل. احنا ناس فير بصراحه، احنا مش ناس ديكتاتوريين ماشي، ديكتاتوري ديمقراطي يا عم، خلينا ديمقراطيين. احنا ناس ديمقراطيين بصراحه يا رجاله. قلنا اليسون وديفيد رايا ترتيب فريقهم ما ساعدش بصراحه ان هم يخشوا التشكيله معانا. سانشيز لعب تقريبا نص الموسم والنص الثاني بقى احتياط. ايدرسون اللي بيساعده ان هو معاه منظومه قويه، انما هو بلا ايد بجد. المهم بقى عشان الرغي ده كله المنافسه وصلت ما بيننا ما بين مين بقى صاحبي؟ رامز ديل وبوب. خليها بوب المره دي بس. وبصراحه بقى رجاله قلنا هنركن رامز ديل كده بجنب عشان كان عنده شويه غلطات كده من غلطات دخيا من ريحته يعني، ما علينا. مع ان دخيا اكتر واحد عمل كلين شيت بس برضه اكيد طبعا مش هيبقى معانا. اخترنا بوب يا رجاله، حسينا هو انسب واحد ومشيها بوب المره دي. بس مش انسب واحد عشان الواد امور او الواد طويل او حاجه، الواد مساعد فريقه اللي هو بقى من ضمن التوب فور. الباك اليمين بقى بص اقول لك حاجه، وانا مغمض اهو يا عم وانت مغمض، هنقول من تريبيه. مفيش حد احسن منه في الموسم ده ناحيه الباك اليمين بصراحه. ندخل بقى على الباك الشمال. الباك الشمال المره دي بصراحه كان فيه شويه معاناه بسيطه كده ما بين ستوبينان. وبصراحه ستوبينان مش اللي هو ايه، مش اللي هو اللاعب المتالق السنه دي، بس لو انتوا ركزتوا على ايام فيا ريال كده الواد برده كان جامد. انا كنت بقعد اتفرج على مندي كده وستوبينان ده ازاي بجد، ده في ريال مدريد وده في فيا ريال. قلنا نشوف بقيه الشمال اللي حواليه كده مين بقى، مين معاه شمال يستحق اللي هو يبقى شمال بجد. روبرتسون مش الموسم بتاعه، ما تحسوش شمال لا. بريزيتش ندمان بجد اللي هو ساب الانتر. اخترناه يا عم، لقينا انسب واحد شمال الموسم ده، عامل اداء جامد وبيتطور سواء ناحيه قلب الدفاع شمال او سواء ناحيه الشمال، اللي هو سادد في اي حته شمال بجد. نيجي بقى للاثنين قلوب الدفاع. انا بصوا من رايي كده واحد من اسباب خساره ارسنال هو صليبه، مش عشان اداء الخرا لا، صليبه لما غاب اخر شهر ولا شهر ونص ارسنال فقد نقط كتير قوي بجد. فانا شايف لو صليبه بصراحه عمل موسم اسطوري. جنبه بقى هحط التاتش بتاعه. انا مش هحط التاتش بتاعي عشان بصراحه انا شفت يوتيوبرز تانيين حاطين نفس اللاعب، وانا بصراحه كده فخور بنفسي اللي انا اخترت اللاعب ده، سواء فانتازيا بقى سواء في الحقيقه سواء في البلاي ستيشن. انا فرحان بنفسي بجد. منجز يا رجاله، منجز السنه دي هو وكونسا الاثنين يعني. انا مش عارف مين اكتر فرقه عامله كلين شيت السنه دي مع مانشستر يونايتد، بس استون فيلا عمل كذا كلين شيت، حتى الماتشات اللي كان بيكسبها كان بيدخل فيها جول واحد بس ومش غلطه دفاعيه خالص. خلصنا بقى الاربعه الدفاع اللي ورا دول بحراسه المرمى. اخش لي بقى على الخط الوسط يا معلم، عايزين نبقى نقسم المكتب ده ما علينا. خش بقى على الخط الوسط يا معلم. تمام، اسهل اثنين اخترناهم وكان في تقريبا 70 80% باجماع كده ما بيننا. اول واحد اتشاكا اساسي بجد الموسم ده، مش عشان بقى مشي وبتاع لحظه وداعيه وبتاع ونكرمه معانا في التشكيله اللي هي مالهاش 60 اي لازمه دي، لا بجد اتشاكا الموسم ده عمل اداء هجوميا جامد جدا. دفاعيا اتشاكا طول عمره في الدفاع تحسه لا منضبط يعني، ما بيقلش ولا بيزيد. جنبه بقى في خط الوسط انا بصراحه اللاعب اللي انا راهنت على فشله بس ما فشلش للاسف يعني، مش عارف اقول لكم ايه، اوديجارد. انا مش من محبين اوديجارد خالص نهائي يعني، كنت شايفه في ريال مدريد اللي هو اللاعب الكسول بقى، اللي هو النسخه الرديئه من توني كروس كده بشويه يعني. بس فاجئني والله بجد، انا والله مبسوط بيه اللي هو عامل الاداء المحترم ده السنه دي، واللي هو اصلا احصائياته عدت احصائيات دي بروين. فكان لازم بجد بقى يا رجاله نركض الحقد والكره اللي جوانا ونحطه في التشكيله معانا عادي. حته بقى حنيكه مننا زي جوارديولا كده، هنلعب طرفين. ناحيه اليمين انا لو حطيته شمال، لو حطيته يمين، لو حطيته مهاجم، لو حطيته دفاع هيلعب. احسن لاعب في ال11 دول من وجهه نظري برضه، بس مش هيختار الاحسن في الاخر يعني، ما علينا. دي بروين، الكائن الدي بروين ده بجد، زي ما مش عارف مين اللي بيقولها، مدحت ولا ايمن الكاشف ولا ما علينا. الدي بروين ده يا رجاله بجد الثابت الوحيد كل سنه اللي يبقى في التشكيله. الناحيه الثانيه بقى الهاف ليفت بقى يا معلم مين؟ هتقول لي مثلا جهاد جريليتش؟ لا. مارتينيلي؟ لا، عملوا موسم جامد وكل حاجه، وفي لعيبه ثانيه ممكن تكون عامله موسم محترم زي ميتوما مثلا، بس في لاعب انا شايف ان ده مستواه الطبيعي بجد، ما ينفعش يقل عن كده. راشفورد. انا من وجهه نظري يا رجاله على طول راشفورد مظلوم في منظومه اليونايتد بجد. انا حاسس ان التيم مش قوي بصراحه. تمام، فراشفورد محتاج تيم قوي عشان يبان اقوى من كده بكتير. انا بطبل لك اهو، السنه الجايه لما اجي اشتمك ما ترفعش عليا قضيه. كان نفسي اقول لكم احسن 2 رؤوس حربه في الدوري الانجليزي، بس هم تقريبا الرجاله احسن 2 رؤوس حربه في العالم، هاري كين وهالاند. انا مش محتاج اتكلم على هالاند اللي هو التنين المجنح، وانا محتاج اتكلم على هاري كين اللي هو المهاجم المتكامل دلوقتي في العالم اصلا. نيجي بقى على اكتر لحظه مستناها بعد ما ختمنا التشكيله كده، المدرب. انا بصراحه الحته دي بالنسبه لي اتنشن شويتين 3 4. هتيجي تختار بيب طبيعي، بيب كل سنه الطبيعي بتاعه اكسب دوري يا معلم، اوصل نهائي دوري ابطال، هو مدرب كبير خلاص تمام، مش هحطه معايا في التشكيله بصراحه. ارتيتا لعب موسم محترم، اي نعم شويتين 3 في الاخر كده فلتت منه، بس يذكر فيشكر. ديزيربي عمل اداء محترم بس ما عملش فريق محترم. اللي عمل الفريق المحترم ده اللي هو جراهام بوتر. انا من وجهه نظري برضو لو بوتر ده كان كمل مع برايتون كان هياخد مركز احسن من كده من اللي ديزيربي خدهم مع برايتون. دي مش تقليليه من ديزيربي يا صاحبي، بص ديزيربي اصلا الفلسفه اللي بيلعب بها دلوقتي هو اللي كان بيلعب بها في شختر، ولو راح
راح اي فريق تاني هي نفس فلسفته. المهم بعد الرغي ده كله بقى، مين الاحسن يا صاحبي السنه دي؟ يوناي امري يستحقها والله بجد يا رجاله، نفس النقط بتاع برايتون وكل حاجه وماتشات اقل. سيبك من النقطه دي كمان، اي فريق يوناي امري بيروحوا بيلعب كره بيخلي الفريق قوي، ممكن يكسب ببطولات، فهو بجد احسن واحد بالنسبه لنا السنه دي في الدوري الانجليزي. وبس بقى يا رجاله، دي كانت تشكيلتنا احسن 11 الساعه 11 والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. لو انتوا بقى شايفين مثلا ان احنا كنا المفروض نشيل لاعب نحط لاعب، الحاجات بتاعتكم ديت قولوا لنا كده مين يستحقها ومين ما يستحقهاش بصراحه. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.